اسمحوا لي في البداية أن أحيي الأستاذ الدكتور محمود عزب مستشار فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور جمال قطب الأب بطرس دانيال نيابة عن الكنيسة الكاثوليكية. واسمحوا لي أن أحيي رمزا لثورة 25 يناير ورمزا لصمود كل شباب 25 يناير الدكتور أحمد حرارة. أشكركم لو سمحتوا أشكركم، وأرجو إن الهتافات هتبقى في الآخر خالص عشان نقدر نشتغل. الزملاء والزميلات، أقف بينكم اليوم لنبدأ معا حلما طالما راودنا جميعا بتشكيل جبهة تكون هي حائط الدفاع الأول عن كل إبداع ومبدع على أرض هذا الوطن. وللتاريخ والحق أقول إن الأقدار شاءت أن تولد الفكرة في عقول زملاء عدة، منهم الفنانين إسعاد يونس، داود عبد السيد، الدكتور محمد الأليوبي. وكان أن التقينا بغرفة صناعة السينما، وأثناء نقاشنا اكتشفنا أن الصديق خالد يوسف يتحرك مع مجموعة أخرى في نفس الاتجاه، وأتيليه القاهرة ثم أتيليه الإسكندرية كلاهما يسير على ذات الضرب. ولم يكن شباب المبدعين ببعيدين، فلقد بدأت عدة مجموعات منها مشروعا مماثلا. لقد ساقتنا الأقدار جميعا لنفكر ونخطط ثم نبدأ أولى خطوات تحقيق الحلم. فبدأت الدعوة تتحرك بين غرف صناعية ونقابات وجمعيات وتكوينات ثقافية، فضلا عن دعم الفكرة الوليدة من قامات ورموز ثقافية نفخر بأنهم يعيشون بيننا. وكانت المحصلة مولودا تمتد إليه يد الجموع بالتبني والرعاية، ليكون العملاق القادم هو جبهة الإبداع المصري، رافعين شعارا مصر مصرية. ففي قناعتنا أن مصر دولة لها خصوصياتها في تدينها وفي مدنيتها، إن تراكم الثقافات على أرضها من فرعونية إلى قبطية إلى إسلامية وعربية ثم إفريقية أنتج في نهاية الأمر ثقافة خاصة بها لا تخرجها عن أطريات دينية أو روحية، لكنها ثقافة خاصة تمنح الشخصية المصرية هويتها الثقافية المتفردة. ولأن المقام يطول بتفصيل كل الجهات التي تكاتفت لتولد جبهة الإبداع المصري فضلا عن الشخصيات العامة، فإننا نستطيع أن نقول أن الكيانات التي تتحد في الجبهة تضم نقابات وغرف صناعية واتحادات رسمية وجمعيات أهلية وائتلافات ثقافية وفنية ثورية وشبكات حقوقية ونوادي جماعية. إن جبهة الإبداع المصري تطمح أن تكون هي المدافع الأول عن حرية الفكر والرأي والتعبير لكل مبدع أيا ما كان شكل الإبداع، سواء كان علميا أو فنيا أو أدبيا. وبالمثل فإننا ندعم أولئك الذين يقدمون إبداعهم في القرى والمدن الصغيرة والأحياء الشعبية وخارج الدوائر الرسمية ودوائر الضوء الإعلامي،
وحتى من لا يتمتع منهم بعضوية أي نقابة فنية، لأننا نرى أن هؤلاء المبدعون هم خط الدفاع الأول على حرية التعبير والرأي. ونؤكد أن الجبهة ستسعى لفتح قنوات حوار واتصال مع المؤسسات الحقوقية المعنية أو مع كافة القوى والتيارات السياسية بهدف حماية المبدعين والتأكيد على أن الحق في تلقي وممارسة العمل الثقافي من الحقوق الأساسية للإنسان. لسنا بحاجة إلى الإشارة لحجم الاستثمارات في عالم الإبداع التي تتجاوز مليارات وتضم في حقولها ملايين من العاملين، وهو ما يستوجب حماية وتطويرا ومناخا صانعا للنهضة. وأخيرا فإن الجبهة تتوجه بالشكر لمؤسسة الأزهر العريقة وفضيلة الإمام الأكبر على تلك الوثيقة التي أكدت وأخيرا فإن الجبهة تتوجه بالشكر لمؤسسة الأزهر العريقة وفضيلة الإمام الأكبر على تلك الوثيقة التي أكدت أن الأزهر ما زال هو المعبر عن الإسلام الوسطي الحضاري، وأن الحريات التي نسعى إليها واحدة من أركان الفكر الإسلامي. أشكر لكم حسن الإنصات، والأمل معقود على جهودكم، وستبقى حرية المبدع هي عمود تحرر الشعوب، وسيبقى الإبداع هو شراط ثورة النهضة المضيئة، وستبقى مصر مصرية، وستبقى ثورتنا مستمرة.